هدينا الاضاءه، قعدت على الارض اتكلم براحتي. لما كنت حامل كنت هموت واولد، يعني انا من اول يوم في الحمل انا عايزه اولد، ولدوني بكره مش قادره خلاص. كان في جزء جوايا بجد من التعب بتاع الحمل اللي اكيد كلنا عارفينه، جزء تاني انا كان نفسي قوي اشوف النونو اللي جوايا. المهم خلاص الحمد لله بعد 9 شهور معاناة خلاص جت اللحظة المنتظرة، هولد اخيرا افراج. لما جيت اولد انا ولدت قيصري، فانا طبعا عارفة الولادة القيصري مش سهلة، عملية كبيرة. فاللي هو قلت بقى ايه يعني اكيد بقى لما اولد بقى يعني هشوف بقى اهتمام بقى ودلع وراحة. يعني انا واحدة كنت لسه في عمليات، يعني انا خارجة من عمليات، فيعني كده يعني هتدلع هرتاح بقى يعني على الاقل ما اقومش من مكاني من على السرير. انا خرجت من العمليات من هنا لقيتهم بيقولوا لي يلا بقى ارتاحي شويه علشان تقومي ترضعي البيبي. ارضع مين حضرتك؟ ده انا اصلا مش قادره اتني ظهري، يعني انا بطني مفتوحه، اقوم ازاي اصلا؟ المهم طبعا اول ما بقيت قادره شويه ان انا يعني اعمل كده، حتى انا قمت رضعت البيبي. يعني ده بقى من الاول خالص، الرحله من الاول خالص قمت عشان ارضع البيبي. انا كنت فاكره ان الرضاعه دي حاجه من الحاجات، يعني انا عمري ما حسيت اصلا ان الرضاعه دي ازمه او مشكله، يعني ما اعرفش. انا كنت فاكره البيبي بيتولد بيعرف يرضع على طول، بنرضعه بيتفطم بعدين. فكنت فاكره ان الرضاعه دي حاجه سهله، يعني او يعني هو ربنا بيبقى خلقنا كده بنولد البيبي بيبقى جاهز ان هو يرضع، خلاص رضعنا خلاص الموضوع خلص. بس طلع مش كده خالص. تبقي لسه والده بطنك مفتوحه لو والده قيصري، او تعبانه يعني حتى من الطلق. لو انتي جوزي ناداني عشان ابني كان صحي فنيمت وجيت وعايزه اخلص بسرعه قبل ما يصحى تاني، لان انا اصلا عقبال ما بفصل الفيديو وارجع تاني احسها فقدت الشغف انا دلوقتي فاقداه يعني، بس بحاول ارجعه شويه كده معاكم. المهم يعني كنت بقول لكم حتى لو واحده والده طبيعي اكيد برضو بتبقى تعبانه من الطلق قبلها الله اعلم كام ساعه، فربنا يعني يقوينا كلنا. فما علينا عشان ما نرغيش كتير. ففي الاخر انتي بيبقى معاكي بيبي انتي اصلا مش عارفه ترضعيه ازاي، هو مش عارف يلتقم، هو عارف مثلا يلتقم بس انتي لبنك قليل. ما علينا، حوار كبير في الرضاعه اكيد انتوا برضو عارفين. والفكره ان انا وقتها الفتره دي كان حواليا ناس كتير جدا جدا كانوا بيقعدوا يقولوا لي الرضاعه الطبيعيه حلوه جدا وبتخلي البيبي متعلق بيكي وانتي عفري حاولي لحد اخر نفس. انا بصراحه انا عارفه ان هم طبعا بيشجعوني في الصح وكلامهم صح، بس انا من ناحيه تانية الكلام بجد كان بيضغطني نفسيا جدا. يعني انا كنت خلاص داخله على اكتئاب، ان انا طيب هو انا لو اللبن ما زادش انا هعمل ايه؟ يعني البيبي ده لما يكبر هيبقى مش متعلق بيا، هيبقى بيكرهني، هيبقى مش عارف ان انا مامته، اي حد هيديله ببرونه خلاص هو هياخدها وينساني، يعني انا ماليش لازمه اصلا في حياته. ده غير طبعا ان اكيد عمر الرضاعه الطبيعي ما هتبقى زي الصناعي، مهما كان برضو الصناعي اكيد برضو بيبقى مفيد وكويس، وهما برضو بيحاولوا يوصلوه للبن الام، بس احنا اكيد عارفين برضو ان مفيش زي لبن الام. فكانوا بجد الموضوع بجد كان ضغطني نفسيا جدا. واثناء بقى حوارات الرضاعه والوجع وكل الحاجات اللي البيبي عنده مشكله ومحتاجين ندخله الحضانه، فانتي واحده والده بطنك مفتوحه، انتي اصلا مش قادره تتحركي، نفسيتك في الارض وتخينه قد كده اهو لسه مخستيش خالص، وجسمك كله متغير وانت متغيره وشكلك ما يعلم بيه الا ربنا، وهالات تحت العين والدنيا صعبه، ويقولوا لك البيبي والله مش هيقدر يبقى معاكي عشان خاطر هو يدخل حضانه، عنده بقى صفرة، عنده اي حاجه، ابني كان عنده الصفرة فلازم يدخل حضانه. فانتي مكتئبه من كل ناحيه، يعني انت اصلا يعني الاكتئاب يعني خلاص فبدل مثلا ما كنتي بس اول ما خرجتوا من المستشفى انت بس بتعاني من قله النوم وان اللبن قليل وبتحاولي ترضعي وبتحاولي تتاقلمي مع الحياه، لا انت كمان ابنك هيتاخد منك. يعني حتى الفرحه بتاع ان انت خلاص البيبي معاكي، الفرحه اصلا اتسرقت منك مش موجوده. خلاص هنخلص الجزء ده وخلاص خرج من الحضانه بالف سلامه، جه معاكي البيت، ما انت برضو مش مرتاحه،
مفيش خلاص، عارفين من يوم ما الواحده بتبقى مفيش لا راحه ولا بالراحه. الحمد لله طلع وبقى في حضنك. خلاص بقى بنعيش بقى الواقع اللي هو مفيش نوم، بيصحى كل ساعتين، اقل من ساعتين كمان، بس هنقول بيصحى كل ساعتين. رضاعة كتير جدا جدا جدا، لان اللبن قليل فهو مش شبعان، فاحنا بنقعد طول اليوم بنرضع وانتي بتبقي تايهه. يعني انا بجد فاكره انا اول ما ولدت انا كنت حاسه ان انا مش عايش، انا مين، انا معرفنيش والله. انا كنت بجد حاسه انا مش عارفاني. انا وانا بكلمكم افتكرت شكلي اول ما ولدت، لا انا شكلي بجد كان غريب. انا عيني كانت منتفخه جدا من قله النوم ومن الحزن برضو لما ابني دخل حضانه. حالتي النفسيه بجد كانت صعبه جدا من التعب بتاع العمليه. كان جسمي طبعا، اتخنت جدا 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 في الحمل. كان طبعا منهم كميه كبيره ميه، بس برضو كان في كميه دهون. فانا ما كنتش عارفاني، انا مش عارفه انا مين، مفيش حاجه داخله فيا، والحاجات اللي داخله فيا انا ده مش شكلي، ده مش جسمي، ده مش انا. مش عارفه انام، مش عارفه انام، حاسه ان عليا مسؤوليه كبيره، حاسه ان انا يومي متلخبط، حياتي واقفه. طيب يعني انا مين؟ انا مش لاقياني. حاسه ان كل الناس حواليا كله لسه عنده مثلا روتين، عنده يوم. اي حد بيعمل اي حاجه كان بيعملها. الناس كلها بتمارس حياتها بشكل عادي، لكن انا حاسه انا حياتي وقفت، انا مفيش حياه يعني. ولا انا ولا انا عارفه انام، ولا عارفه اشرب، ولا عارفه اكل، ولا عارفه اعمل اي حاجه. شايله مسؤوليه بيبي صغنن، وانا لسه حتى مش عارفه اتعامل معاه. من هنا بقى كل حاجه بتبدا تبقى اصعب في اصعب في اصعب. يعني مثلا اول ما بتولدي تبقي مثلا قاعده عند مامتك معاكي اي حاجه، بس تبقي مش لوحدك، بيبقى في حد مثلا معاكي. لكن مثلا الفتره بقى اللي انت تبقي فيها مع البيبي لوحدكم، فانت بدل ما انت لما بيبقى حد معاكي كنت خلاص شايله مسؤوليه البيبي بس، وهما بيعملوا اي حاجه تانية حواليكي، انت اول ما بتبقي لوحدك انت والبيبي في بيتك، انت خلاص بتشيلي مسؤوليه البيبي، مسؤوليه ما انت برضو زوجه بقى ومسؤوله عن بيت، فانت برضو بتشيلي مسؤوليه الاكل والشرب والغسيل والتنظيف وكل حاجه، الحاجات اصلا اللي هي صعبه من غير وجود بيبي. فتخيلوا الحاجات دي مع بيبي بتبقى عامله ازاي، تخيلوا هي صعوبتها اصلا عامله ازاي. لحد ما واحده واحده الحمد لله خدت على وجوده. خدت على انه معايا، بقيت عارفه اتعامل معاه. اول فتره كنت بخاف عليه جدا لانه كان عنده ارتجاع صامت. الارتجاع الصامت ده يمكن بالنسبه لي اسوأ من الارتجاع اللي هو العادي اللي بيخلي الطفل يرجع. الاتنين صعبين جدا بلا شك، والاتنين وحشين جدا، بس انا كانت مشكلتي مع الارتجاع الصامت ان هو كان بيشرق حتى في ريقه وهو نايم. فانا لما كان حد يقول لي لما ينام يبقي نامي جنبه، او لما ينام يبقي مش عارفه اعملي حاجتك او اعملي اي حاجه، الفكره ان انا كان حتى وهو نايم انا يا اما رايحه جايه عليه كده حرفيا بجري ماشي، يا اما قاعده جنبه ببص لحسن يشرق مني في اي لحظه، لحسن يشرق وهو نايم، لحسن يحصل له حاجه وهو نايم. فبجد لا، كانت فتره بجد صعبه جدا. فزي ما بقول لكم الحمد لله واحده واحده هو بيكبر، واحده واحده انا عارفه اتعامل معاه، واحده واحده لا عارفه انظم شغل البيت مع وجوده. الموضوع بيبقى صعب مش هكدب عليكم، بس مش مستحيل بيتعمل واحده واحده. على فكره ما طولتش خالص في النقطه دي، ابتديت اخرج انا وهو لوحدنا. تقريبا كان وقتها عنده شهر ونص او حاجه، دي اول مره نزلت بيه لوحدي. نزلت انا وهو لوحدنا بتمشى بيه من يومها على فكره، وانا بتمشى بيه والحمد لله دلوقتي سنه وشهرين. فزي ما بقول لكم واحده واحده الحمد لله انا رجعت انا تاني، يعني على الاقل اهو عارفه ان انا البس عادي واحط ميك اب واقعد اتكلم معاكم. فدي كانت بالنسبه لي اصلا حاجه، يعني انا اول ما ولدت حسيت ان انا خلاص انا مش هعيش تاني والله بجد انا كنت حاسه ده تقريبا ممكن يبقى كان اكتئاب بعد الولاده، بس انا كنت خلاص حاسه حياتي دي عمرها ما هترجع تاني. انا قلت انا عمري ما هبقى انا تاني. الحمد لله بجد الوقت بيعدي بسرعه جدا. يعني انا حتى وانا بكلمكم عن الحاجات دي، انا وانا بكلمكم بحاول افتكر انا كنت حاسه بايه وقتها علشان بس احكي لكم، لكن الحمد لله انا اغلب الحاجات مش فاكراها، اغلب الحاجات الوجع او الحاجات اللي مش حلوه واللحظات الحزينه اللي عدت انا بجد مش فاكره اغلب الحاجات، والله ما فاكره اغلبها. وبحاول بجد عارفين لو اعصر دماغي عشان بس احكي لكم، عشان اقول لكم قد ايه مهما كان الموضوع صعب في الاول
ورحلة الامومة بجد حاجة مش سهلة ابدا، ماشي، الا ان ربنا بيقوينا. اول حاجة انا بعد ما ابني دلوقتي بقى سنة وشهرين، مش هقول ان النوم اتحسن قوي، بس اكيد احسن من الاول، واكيد احسن مما كان بيبي. ونقطة تانية مهمة جدا عايزة اقول لكم عليها، ان حتى النوم لو ما اتحسنش ولو فضل بيصحى كل ساعتين، احنا ربنا خلاص بيخلي جسمنا قادر ان هو يشبع من اقل كمية نوم، وبيخلينا مش منهارين زي الاول خالص لما ننام عدد ساعات قليله، ولا لما نصحى كل ساعتين ولا حاجه. لا، ربنا اصلا حتى بيهيئنا واحنا بنبقى قادرين نستحمل. احنا قادرين، اللي هو هننام قليل ماشي عادي متعايشين، هننام كتير الحمد لله نصحى نشكر ربنا. البيبي كل شويه بيصحى عادي، احنا متعودين على كده وبنصحى معاه كل شويه. فاحنا حتى الحاجات الصعبه اللي بتبقى زي قله النوم في الاول، احنا بعد كده خلاص بيبقى بالنسبه لنا عادي، احنا خدنا على كده. شغل البيت مع البيبي ده برضو بيبقى بالنسبه لنا حاجه مستحيله، لا بناخد على كده. ان انت تعرفي تتبسطي ولا تعرفي تعملي اي حاجه في وجود البيبي في الاول برضو بتبقى مستحيله، لا في الاخر بتعرفي تتبسطي بيه وبتعرفي تتبسطي معاه وبتبقي حابه اصلا وجوده معاكي في كل. فعايزه اقول لكم ان هي والله بتعدي الفتره الاولى، بتعدي. انا اصلا ليه عامله الفيديو ده من الاول؟ علشان خاطر انا الناس اللي حواليا كلهم كتر الف خيرهم كانوا بيحاولوا ان هم يخلوني ابقى متفائله من قبل ما اولد، ويحسوني ان الدنيا عادي. بس انا لما ولدت حسيت ان انا تفائلت زياده، وحسيت لا الدنيا مش عادي وان الحياه واقفه، وان كل حاجه بايظه في حياتي، ومفيش اي حاجه كانت خلاص. يعني وقتها كنت حاسه انا عمري ما هرجع انا تاني. فانا بعمل الفيديو ده للامهات علشان خاطر اعرفكم ان اي ام بتمر بمرحله صعبه دلوقتي، المرحله بالذات اللي في البدايه دي، ما تقلقيش هتعدي، كلنا مرينا بيها. طبعا حلو جدا ان احنا ناخد طاقات ايجابيه من الناس اللي حوالينا، وحلو جدا ان احنا نسمع ونتامل ونتعشم. بس انا لما كنت في الموقف ده وقتها، انا اصلا من الناس على فكره المتفائله جدا جدا وبدي طاقات ايجابيه لكل الناس اللي حواليا. بس انا لما كنت في الموقف ده حسيت ان العيب فيا او الغلط من عندي. يعني انا من كتر ما كنت شايفه الموضوع ايجابي قوي، او كنت حاسه ان الموضوع هيبقى ايجابي ومش هيبقى صعب قوي، فانا حسيت ان لا، طالما انا حاسه بكل المشاعر الوحشه دي يبقى اكيد الغلط من عندي. كل الناس اللي حواليا قالوا لي الموضوع هيبقى سهل وبسيط فانا كده حسيت بخلل. فانا حبيت انقل لكم جزء من الواقع، ونبعد بقى عن المثاليه الكامله والفلوجات بتاعه المامز اللي هي كلها طاقه ايجابيه وكانها ما بتتعبش ابدا وكانها منظمه جدا ومرتبه جدا والحياه ماشيه حلوه جدا. وفي الاخر الامهات تيجي تشوفها تحس ما اكيد العيب من عندي، اكيد الغلط من عندي، شكلي انا اللي مش منظمه، ولادي هما اللي فيهم حاجه غلط، انا اللي حياتي وحشه، الناس كلها حياتها حلوه. فانا بس عامله الفيديو ده عشان خاطر اطمن اي ام هي لسه داخله على المرحله دي او هي في المرحله دي، ان هي والله هتعدي وهتيجي بعد سنه. انت اصلا مش فاكره اول 3 شهور دول بالذات اللي هم بيبقوا المطحنه الكبيره، انت والله بعد سنه هتبقي مش فاكراهم، ولو فاكراهم خلاص هتبقى مرحله وعدت. فحاولوا تحسنوا نفسيتكم واحده واحده، لان في الفتره دي الانسان بيبقى محتاج هو اللي يدي نفسه دفعه كده من جواه ان هتعدي عادي جدا. وحاولوا تستمتعوا بالبيبي على قد ما تقدروا في السن ده، عشان ده بجد سن جميل جدا. وانا قلت لكم ان انتوا هترتاحوا بعد كده من حاجات معينه عن السن الاولاني، بس طبعا كل سن بيبقى ليه عيوبه. بس انا بالنسبه لي بصراحه الكارثه الكبيره النيو بورن ده صعب جدا. وعايزاكم تعرفوا ان انتم مش لوحدكم، اي ام حاسه ان هي مش هي، واي ام حاسه ان حياتها وقفت، واي ام حاسه ان هي مضغوطه وان هي مش بتنام وان هي تعبانه وان البيبي خايفه عليه، وان اي حاجه اعرفوا ان كل الامهات مرت بيها. لان انا عارفه ان الواحد لما بيحس ان كل اللي حواليه مروا بنفس الحاجه، الموضوع ده في حد ذاته بيحسسك ان انتي طبيعيه، ان انتي مش لوحدك، مش انتي لوحدك اللي حاسه بكل المشاعر السلبيه او السيئه دي، لا في غيرك كان حاسس بيها. والحمد لله الحياه عدت والحياه مشيت وعرف يرجع تاني لنفسه واحده واحده. ربنا يقويكم كلكم يا احلى مامس.